بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بركان، نائب الاول رئيس جمعيه المدنون. يعني انعقدت اليوم الدوره العاديه لمجلس الجهه ديال قلب المدنون، وكان من المقرر انه واحد العدد ديال الاتفاقيات اللي كانت مبرمجه في الدوره السابقه، واللي هي في معظمها اتفاقيات ملكيه، من بينها على الخصوص اتفاقيه طريق السيار، ثم اتفاقيات المتعلقه بالصحه واللي مولاها وزاره الصحه بواحد المبالغ كبيره بزاف، واللي في الحقيقه مع الاسف الشديد ان المعارضه اليوم ايضا لم تصوت على هذه الاتفاقيات، وبالتالي تم رفضها، مما سيؤدي الى اولا تعطيل تحويل الاموال اللازمه للبدء في اشغال طريق السيار، ثم ما يتعلق بتاهيل المستشفيات الجهويه على مراكز الصحه على مستوى الاقاليم الاربعه. احنا كنا نتمنى اننا اغلبيه ومع معارضه ان نرقى الى اولا تطلعات صاحب الجلاله من واحد الناحيه، تطلعات الساكنه اللي اوصلتنا الى هذه الكراسي اللي احنا قاعدين عليها اليوم، والتي لا معنى ان نكون فيها الى ما كناش غادي نحققوا المصالح ديال الجهه فيما يتعلق بالصحه ديال المواطن، فيما يتعلق بالطرق ديال المواطن، فيما يتعلق خاصه حنا كنعرفوا بانه كاين واحد العدد ديال الارواح البشريه اللي كتمشي عندنا في الطرق ديالنا على مستوى الجهه، وفي الحقيقه كنا كنتمناو ان المعارضه ترتقي الى المستوى المطلوب، ولكن للاسف الشديد الواقع كان شيئا اخر، ويعني هذا شيء يندى له الجبين، ما كناش باغينه، وحاولنا في حوارات مستمره قبل الدوره مع عدد من الناس في المعارضه، كان لقينا نفس ايجابي قبل ما ندخل الدوره، كان في الدوره حدث شيء اخر، وهذا شيء يؤسف له. شكرا.